اساسيات تجهيزات العرايس. سألتونا كتير جدا نشتري ايه بالقسم الداخلي المستورد او من القسم الداخلي من عند رأفت صيانة. تعالوا لكم الفيديو ده ركزوا معانا، هنجاوبكم عن كل الاساسيات اللي انتوا لازم توفروها في جهازكم من عند رأفت صيانة. اقول لك بقى غلطه العرايس كلها بتقع فيها، اولهم ان هي ما بتفرقش بين البنتيهات اللانجيري والبنتيهات القطن اللي هي استعمال يومي. يعني انت قصدك دلوقتي ان العرايس بتقع دايما في غلطه اللي هي ما بتجهزش ستايلات الروتين اليومي وبتختار ستايلات اللانجيري والدلع. يعني لازما في اساسياتك يا عروسه خلي بالك من المعلومه الحلوه دي، ان انت لازما وانت بتختاري الاساسيات اللانجيري واللي هم والروتين اليومي لحياتك. ماشي تعال نبدا. عندنا الشكل هو القطن ده حاجه قطنيات، ده قطنيات. مقاساته ده 1 سايز، وطبعا بيلبس لحد 75 كيلو. وفي الشكل ده برده ده ستايل كمان مقاساته برده كذلك 75. وفي الشكل ده ستايل كمان. بصوا دي كلها من الستايلات القطن اللي هي لازما في الروتين اليومي تكون موجوده في دولابك يا عروسه. ماشي ده ستايل تاني. وفي الستايل ده برده ده بفوطه بطن فوطه من جوه، وفي منه الساده طبعا بتاعه. كل ده منه الوان صح؟ كل ده الوان ومقاسات، كل ده منه الوان ومقاسات. ده الساده بتاعه تمام. وفي برده الكرسي ده برده العروسه لازم تجيبه في جهازها. ده بصوا اساسي من اساسيات تجهيزات العرايس. كرسي اطول شويه. وفي بقى الليزر برده، الليزر ده مهم جدا عشان ما يبقاش فيه هنا خياطه فما يبقاش تحت الهدوم خالص. بصوا لو عندك مناسبه عندك خروجه ما يبانش خالص. في منه الشكل المشجر ده برده، في منه الساده، وده ستايل مشجر ومنه ستايل الساده. يبقى احنا كده اختصرنا اول حاجه. ماشي تعال نشوف ده كمان. وفي اشكال تانية طبعا كتير هنا يا استاذ احمد. كل دي ستايلات موجوده بتختاروها كعرايس وتركزوا فيها وانتوا بتختاروا. نيجي بقى للستايلات اللي تهم العروسه، الدلع بقى. ماشي ده اللانجيري، دي حاجه كده ساتان ومن هنا شيفون كده. بصوا شفاف خالص. وفي منه الشكل ده برده ومنه الوان مختلفه، ساتان واشكال مختلفه. ده اطول شويه اظن. ده طويل وفي الشكل ده برده. ده برده ستايل تاني. ده برده كرسي من هنا. مقاساتنا مره تانية ده لحد 85 كيلو. لحد 85 كيلو. وفي الشكل ده برده. ندخل على الستايل اللي بعده. شوف الحلاوه يا استاذ. ده بقى ده كده دلع الدلع يعني. ده دلع الدلع كده دلع الدلع. مفيش ايه، مفيش حاجه اكتر من كده. بصوا الستايلات كلها مميزه ولازم تختاروا منها في جهازكم. وفي الشكل ده برده. ده كمان ستايل. ده شكله من ورا. وده ستايل الظهر بتاعه. ماشي. وفي الشكل برده كده. مش الاشكال دي بس يا استاذ احمد، ده في اشكال كتير جدا. بصوا كل دي ستايلات موجوده، حتى الستايلات الايه، حتى البنتات الصغيره بتاعت اللانجيري، ستايلات اللي هي الفتله والحاجات الدلع الاساسيه دي اللي بتدور على العرايس كلها موجوده. مش اللانجيري بس، العروسه لازم تجيبه. لازم الكرسي برده يكون مهم في جهازك. بصوا ده اللي بيدوخوا عليه قبل الفستان اصلا عشان ايه، نلم الدنيا ونظبط امورنا. وفي منه برده كرسي مش بنتي بس. وعلى فكره برده في البوش اب صح، في منه الستايل البوش اب كمان الاساسي اللي العرايس بتدور عليه. الله ينور يا بسمله، الله ينور. انت جايه جاهزه معاك. في منه اللي هو الهاي. بصوا والشورت الجناب برده في الجنب، وفي منه ايه الكاب. بصوا الحاجات دي برضو في تجهيزات العرايس اساسيه وبيدوروا عليها العرايس بشكل كبير جدا. عايزين حاجات بوش اب للفستان. كل ده موجود. يبقى احنا كده خدنا نظره سريعه على الاندرات، ولسه هنكمل حاجه في الاندرات. لا لسه بقى، لا كده الاندرات كده خلاص. بصوا ده جزء بسيط جدا للاندرات، وعلى فكره الموضوع كبير جدا. لما تيجوا هنا هتلاقوا بقى ناس عسل زي اللي موجودين هنا هيقفوا معاكم ويشرحوا لكم انتوا محتاجين ايه وتختاروا ايه. ماشي هنخش بقى على البراهات. تعالوا نكمل بقى في ستايلات. في 3 انواع من البراهات لازم يكونوا موجودين في دولاب العروسه. طب تمام. نص بوش والقب العادي. دول اهم 3 انواع اللي لازم تكون موجوده في دولابك. ماشي. في الشكل ده برده، ده نص بوش طبعا مع اختلاف الاشكال والستايلات والالوان، حاجه دلع الدلع يعني. ده كده حاجات بسيطه. وفي الشكل ده برده. طب مقاساتنا؟ في الشكل ده مقاساتنا من 38 لحد البيك سايز موجود يعني حتى المقاسات الكبيره كمان موجوده. يعني بصوا كل المقاسات اللي انتم محتاجينها هتلاقوها موجوده. وفي ده برده، ده كلها مقاسات كبيره يعني. حتى العروسه برده مش هتحتار، كل المقاسات موجوده. يعني تقريبا مفيش حاجه انت عايزاها او مقاس بتدوري عليه. كل حاجه هتلاقيها. حتى على فكره برده هنا لو بعدنا شويه عن العرايس هتلاقوا في مقاسات المبتدئات موجوده، مقاسات البنات الصغيرين كله موجود. حتى اللي بيرضعوا، حتى الامهات، حتى المرضعات موجود. بصوا العرايس برده اساسي معاكي، لازم بتختاري برده ستايل او 2 معاكي من الستايلات الايه اللي سهله الفتح الاساسيه دي برده بتبقى من هنا تتفتح من هنا ليه ما بعد. فيها كده وفيها اشكال كتير منها، حتى السوفت موجود. ماشي. طب في حاجه انت نسيتيها بقى، العرايس اللي بتحب تروح الجيم، مفيش حاجه سبورت كده، مفيش حاجه جيمات ولا ايه؟ كل السبورتات موجوده هناك. بصوا كل الستايلات برده في الجيم والسبورت العرايس اللي بتدور عليها وعايزه تكملها في دولابها موجوده هنا عند رأفت صيانة. تعالى نكمل بقى على العادي، دي اللي هي من غير حديده، بتلبس تحت البيجامه، حاجه خفيفه كده في من غير حديده. ماشي. الشكل ده برده ليزر كده
اهو برضك الليزر اساسي زي ما قلنا، الليزر في النظارات موجود منه برضك ايه. كل الحاجات دي مستورده اوروبي، حاجه نظيفه جدا. الشغل المستورد الاوروبي بتفاصيله كامل هنا موجود عند رأفت صيام. على فكره هنسال لكم نكلمكم منين. احنا على فكره كل فروع رأفت صيام هتلاقوا فيها الجمال والموديلات اللي شفتوها معانا. احنا بنكلمكم دلوقتي من الفرع الرئيسي في المنصوره، شارع بورسعيد سوق الخواجات، ده الدور الثاني. ولو بتنزلوا المحله الكبرى كمان موجودين في المحله الكبرى، شارع المعهد الديني امتداد اسم امتداد مسجد الكنيسي. لو بتروحوا فرع السنتر، وعلى فكره في فرع في العباسي كامل هتلاقوا بس في ستايلات الداخلي القطع. ماشي، تعالوا نكمل باقي الستايلات. ما تنسوش كمان برضو الناس اللي بتدور على البراهات السيليكون بتفاصيلها واللطقم موجوده اهو. وبصوا هتلاقوا الفراشه موجوده والشفاف باللون الجسم، وده موجود وده موجود. ماشي، خش بقى البراهات البوش. تعالوا نشوف ستايلات البراهات البوش اهو. تبقى حاجه زي دي مبطنه ماشي. وفي عندك الستايل ده وده كمان حاجه كده ليه من هنا. بص في اكسسوار هنا اهو. وفي بقى حاجه بقى العروسه بتحب الحاجه اللي هي ايه من على الصدر كده بصوا برضو شكل كده مختلف خالص. كل دي اذواق وستايلات اساسيه في تجهيزات العرايس. في عندك البطانه الخفيفه برضو. ماشي. وفي عندك المشجره وفي عندك الستان. كل حاجه هنا هتلاقيها موجوده. يعني تقريبا كل الستايلات اللي بتدوروا عليها هتلاقوها هنا موجوده. ماشي، تعالوا نشوف البراوات الايه كباسين من قدام. بص كباسين اماميه، كباسين دي حته واحده. في طبعا جميع الاشكال منها برضو. بصوا كل اشكالها. ده اظن ايه ده كبشه غير الكباسين اللي كنا شفناها هناك، صح؟ كبشه اماميه. وفي الكباسين اللي احنا شفناها قبل كده. وفي حاجات رضاعه اللي هي دي برضه. بصوا في ستايلات كمان، في ستايلات كتير رضاعه. طب بما اننا جبنا سيره الاكسسوارات هنا، انا شايف في اكسسوارات فرضانيه موجوده هنا بيطلبوها دايما العرايس بتدور عليها. لو العروسه حابه بقى تغير الحماله بتاعه البرا، في حاجات اكسسوار بتاعه الفيكتوريا سيكريت. طب تعالوا نشوف بقى ايه. بصوا ستايلات اكسسوارات بتغير شكل البرا خالص، خصوصا الناس اللي بتدور على السواريهات او بتدور على حاجات الفروض. وفي الشفافه برضو العروسه اللي بتدور عليها، شفافه برضو عشان الفستان ده اساسيه برضو معاكم. وفي لو انت مثلا حابه برا ضيقه عليكي وحابه تزودي بصوا برضو ده من ضمن الحاجات اللي بتدوروا عليها كتير جدا، او الاكسسوارات الاساسيه. وفي اللي هي الثلاثه ده وفي ده كمان غيرنا برضو شكل الستايل الشفاف. في برضو منه وفي اكسسوار الشكل ده. ده غير طبعا هتلاقوا هنا بقى اشكال كتير من الخلاخيل موجوده برضو في الناس اللي بتدور على الحاجات الاساسيه اللي هي دي. ده برضو هنا موجوده. وكمان هتلاقوا هنا كل انواع الليجينات اللي انتوا عايزينها، البناطيل الكامله والبرمودات والشورتات القطنيات موجوده، والباديهات بكفاله نص كم وكم وكله موجود هنا في رأفت صيام. بصوا كل دي اشكال ستايلات، يعني حاجات دلع واساسيه في تجهيزات. بس في حاجه يا استاذ احمد مش عايزين ننساها. ايه هي؟ اللطقم. ماشي، ده برضو اساسي معانا. القطقم براءات والبنتي مع بعض. بصوا برضو ده قطقم اساسيه. دي كلها ستايلات موجوده هنا. في عندك الحته لما تيجوا تنورونا في رأفت صيام هتلاقوها موجوده. ماشي، ستايل. عندك حته جلد. عندك الحته وده كمان ستايل تاني. الكربوش دي. وفي اللي هي دي. بصوا حتى التايجر موجود. بصوا يعني مفيش حاجه انتوا فعلا هتسالوا عليها مش هتلاقوها موجوده هنا في رأفت صيام. وده جزء بسيط جدا من اللي موجود. مستنيينكم تشرفونا في اي فرع من فروع رأفت صيام، اسالوا على اللي انتوا عايزينه وهتلاقوا كل الستايلات واكتر موجود عند رأفت صيام. شكرا كمان مع الفيديو اللذيذ ده. وما تنسوش زي ما هي قالت في اول الفيديو ان فرقي دايما ما بين الستايلات الروتين اليومي والستايلات اللانجري او تجهيزات العروس. استنوا فيديو جاي نقول تفاصيل اكتر على كل المنتجات الموجوده في كل فروع رأفت صيام.